أنا شُفتها بعينيّا الاتنين، لكن ما حدش شافها غيري. وطبعًا لمّا قُلت لجوزي وعمي ومراته وبنتكم اللي قطعت الفستان، قالوا لي: "لأ، هتقطعه ليه؟" في الوقت ده كنت هاعيّط، لإن الفرح كان خلاص هيتلغي وكنا هنلِم الليلة بدري بسبب إن الفستان اتقطع. لكن مرّة واحدة لقيت صاحبتي قالت لي: "تعالي." وطلّعتني الأوضة اللي في الفندق، وابتدت إنها ترِف الفستان على إيديها، وبصراحة بسم الله ما شاء الله عليها ضبّطته أكنه ولا اتقطع ولا أي حاجة حصلت له. نزلت وكمّلت الفرح، وصحابي كانوا واقفين ورايا خايفين لأحسن أخت جوزي تعمل فيّا أي حاجة تاني. الليلة بتخلص وبنروّح شقتنا. اليوم بتاع الدخلة بتاعتي كان أجمل يوم في حياتي. وتاني يوم أهلي وأهله جولنا وكنا فرحانين ومبسوطين، قعدنا مع بعض اتفرجنا على التلفزيون، كلنا حلويات واليوم كان لذيذ جدا. لقيت أخت جوزي الباردة بتقول لجوزي: "هو انتوا هتسافروا شهر العسل امتى؟" قال لها: "إن شاء الله كمان أسبوعين." قالت له: "طيب أنا معاكوا أنا وخطيبي." لقيت جوزي البارد بيقول لها: "إن شاء الله." طبعا أنا استنيت لما